السلام عليكم. غادي نديرو بدنجال مقلي كيجي مقرمش وزوين. نقولوا بسم الله. غناخذوا بدنجال كنحيدوا داك القشره ديالو شي شويش، ومن بعد غادي نقسموه على جوج ونقطعوه هكا طريفات، وغادي ناخذوا شي بانيو ونديروا فوق منه باسوار وناخذوا داك البدنجال ونحطوه تما، نديروا معاه شويه د الملحه والابزار وشويه د الحامض ونخليوه كيتستقطر واحد الساعه د المكانه. كل ما خليناه ما غيطرى له والو حيت داك الحامض ما تيخليهش يكحل، فداك الماء كله ديال اللي كيهبط في البانيو تينشف وعليها تيجينا مقرمش وزوين. ندوزو لاصوص ديال لا ماريناد اللي كنصوبوا بها المقروطه اللي حتى هي كتجي زوينه. غادي ناخذوا شويه ديال الطحين ونديروا معاه شويه ديال الماء والخرقوم وشويه ديال الملحه، ونبداو نخلطوا بديك الفوه ديال اليد وبشويه بشويه حتى كتولي لنا لاصوص بحال هكا. غادي نديروا هذا الاقتراح ديال لاصوص حتى هو غادي نزيدو صافي. وكناخذ داك البدنجال بعد ما تيكون تستقطر مزيان. الا بغيناش نديرو هكا طريفات صغيورين يمكن نديروهم شويه كبارين، اي نقسمو غير على جوج او نخليو دوك لي رونديل تيبقاو هكذا كبارين. صافي تنقليوه بحال هكا في شويه ديال الزيت اللي كتكون سخونه صافي، وغادي نديروه بحال هكا تيتقلا مزيان وتنقلبوهم صافي. وهادو تيكونوا واجدين مقليين حتى يتحمروا في داك الجهه، وعاوتاني تنقلبوهم من الجهه الاخرى حتى كيتحمروا مزيان وتيجيو بحال هكا مقرمشين زوينين. نكملوا التقرميشه. دابا لاصوص اللي شفتوها في وسط الفيديو غادي نعطيكم الطريقه ديال التصواب ديالها. هي غادي ناخذوا سوبيير نحطوها نديروا فوق منها الغربال، الزلافه اللي كتشوفوا كتعبر 250 غرام، غنعمروها بالفورس ونغربلوها مزيان. ديك الساعات غادي ناخذوا شويه د الملحه شويه د الابزار والخرقوم شي 2 معالق صغيورين كي كتشوفوهم اللي كيعادلوا معلقه الصغيره ديال القهوه. وغادي ناخذوا ديك الساعات الخميره الفوريه حتى هي راكم كتشوفوا العبار اللي كنحط الخميره حتى هي على حسب القياس. وغادي ناخذوا الخماره اللي غادي نديروا منها نص خماره صافي. غادي نخلطوا هادشي كله مع الطحين مزيان، وغادي ناخذوا الزلافه اللي عبرنا هاد الفرص غادي نعمروها كامله وغادي نخويوها ديال الماء، وبالفوه ديال اليد غادي نحركوا مزيان بشويه بشويه. كنبقاو كنخلطوا. غتبان العجينه مازال شويه قاصحه، خصنا نخففوها شي شويه فالربع ديال ديك الزلافه اللي هي قيمه كاس تقريبا، وغادي نزيدو بشويه بشويه وحنا كنحركوا. ما كتجيناش خفيفه وما كتجيناش قاصحه، كتجينا خاتره كيف كتشوفوا، حيت مازال ملي غادي ترتاح وعاد غادي تعطي تولي خفيفه اكثر، اي ما كنجريوهاش. وغادي نغطيو هادشي كله بالفيلم اليمونطير ونخليوه في الثلاجه. يمكن لهاد الصلصه هذه اللي غادي نديروها في وسطها وحده اخرى راها كتبقى لنا في الثلاجه حتى اليومين 3 ايام ما كيطرى لها والو. ومنين نبغيو نستعملوها ضروري ما كنجبدوها قبل بواحد نص ساعه ولا هكا باش ديك لاباط ما كتبقاش بارده بزاف على ما كتاخذ الحراره ديال المطبخ وكنستعملوها. وهذه كطينا واحد القرمشه زوينه وبصحه والراحه.